السلام عليكم، اهلا مرحبا ازور في الاول. الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عقد اليوم ندوة صحفية تطرق فيها إلى القائمة المعنية بالمشاركة في المباراتين القادمتين للمنتخب الوطني أمام كل من رواندا والسويد. بيتكوفيتش قال بأن هناك تغييرات كثيرة مقارنة بالتربص الماضي. بطبيعة الحال سئل عن عدم استدعائه لهداف الدوري الجزائري عادل بولبينا ب 18 هدف إلى حد الآن. بيتكوفيتش قال: لو نقيم المهاجمين الذين استدعيتهم سنجد أن لديهم إمكانية أفضل من بولبينا. هو لاعب جيد، عليه أن يطور بعض الجوانب ولديه فرصة في المنتخب المحلي. بالنسبة لبليلي قال بأنه استدعينا لأنه لاعب جيد. بالنسبة لبن طالب قال بأنه مجيء وانضمامه إلى هذا التربص من أجل تقييم قدراته، يمكننا الاستفادة منه لأنه يمتلك مستوى عالي. بالنسبة لمدافع شباب القبائل مدني قال عنه بأنه لم يكن أبدا سيئا مع المنتخب الوطني. اشتكى من قلة الخيارات بالنسبة للمدافعين، وعلل أيضا اختياراته بكونها مرتبطة بقدرة اللاعبين على الاندماج مع المجموعة وليس أدائهم في مباراة أو مباراتين، في مقاييس يعتمد عليها بيتكوفيتش في القائمة دوما. بالنسبة لبوعناني قال بأنه متواجد في القائمة الموسعة. المنتخب الوطني له الأولوية على المحلي. بطبيعة الحال هذا من بين أهم تصريحات بيتكوفيتش. عاد ليتطرق إلى مؤهلة زروقي وقال أنه لم يكن أبدا سيئا مع المنتخب، لذلك هو بيننا. في ختام الندوة أكد على أنه لن يغير كثيرا في القائمة من أجل الاستقراء. هذه عناوين أبرز ما قاله بيتكوفيتش في هذه الندوة الصحفية، هذه أهم الأجوبة. قلت ندوة تسبق المباراتين الوديتين أمام كل من رواندا والسويد. ما رأيكم في قائمة بيتكوفيتش؟ وما رأيكم في إجاباته وتعليقه على القائمة؟